ابراهيم دياز ميسي العرب، ميسي افريقيا، ميسي مقابله عالميه جماهيريا في الميدان. الشوط الاول شوط عالمي بامتياز. ابراهيم دياز ما شاء الله عليه، ابراهيم دياز لعاب كبير ولعاب عالمي. هذه هي الحقيقه تقال. ابراهيم دياز ميسي العرب، ميسي افريقيا، ميسي المنتظر منه. هضروا عليه لاكاف، شوف لاكاف دارت تصوير عليه، الريال مدريد دارت تصوير عليه. شوف التسويق كيفاش كان داير ديال ابراهيم دياز لهذه المقابله. ما شاء الله يعني، ولعب يعني ماشي واحد يعني، وكان باغي يماركي وما تحتوش الفرصه راطه. ونتمنى له ان شاء الله في المقابلات الكبيره يزيد يماركي، وغادي يماركي وغادي تجيله فرص كبيره ويماركي. المشكل ديال المنتخب المغربي صاب بن صغير موهبه رائعه، هو وابراهيم دياز وزياش في لاطاك، وتا اوناحي تحرك، ولكن اوناحي مازال مسكين ما عارفين، ولكن ما شاء الله عليهم. الشوط الثاني دخول رحيمي نعش شويه لاطاك، مي رحيمي مشكلته خصو يمشي على اليمين، يمين مزيره تمايا فيها بن صغير، يعني ما غاديش يقدر يسيب راسو. هو ركراكي راه يسيد جربها في التسعه، ان شاء الله نتمنوا له النجاح. شفناه كي دار البريسينغ على هذاك المدافع اللي مركها على روحه، يعني ما شاء الله. نتمنوا له ان شاء الله في المقابلات الكبار تا هو يزيد يبان ويزيد يطور من نفسه باش يشد بلاصتو، لانه البلاصه غاليه في المنتخب المغربي، وهذه صراحه تقال. مازال عندك اولمبيين اخرين غادي يلعبوا اولمبياد باري، والركراكي عنده تصفيه كبيره. الدفاع شفنا اليوم عبقار ما شاء الله، يعني رزانه كبيره. شفنا اجريد الدوزيام ميطو دخول عزوزي عطى هو وجه اخر، يعني عزوزي ما شاء الله عليه مازال صغير، ولكن يعني بلاصه المرابط ما تخافش عليها. شفنا ريتشاردسون، شفنا عاود كيقولوا له اخو ماش، يعني لعب اخو ماش، واخا ما شفناش بزاف، لو طون جو ما عطاش بزاف، ملي غادي يجي وقتهم. بلال الخنوس دخول انتعاش الميليو تيران، بلال الخنوس بلمساته بتمريراته، ان شاء الله نتمنوا الخير للمنتخب المغربي في قادم مقابلات. المنتخب الوطني الجزائري فاز ب3-2 بصعوبه، يعني ما شقت الانفس. الثالث دقيقه 96 باش جاب الهدف الثالث بطريقه ماندي، ولكن منهزم 2-1، وكان فايز ب1-0 ومنهزم 2-1 بصعوبه. وكاين خلل كبير في الميليو تيران وفي الدفاع، وكاين ورش خصهم يخدموا عليه، يعني الا ما من القدام ما خدموش عليه المنتخب في خبر كان، يعني نهضروا الصراحه الحقيقه. نتمنوا المنتخب المغربي يزيد في المقابله ديال موريتانيا، يبرهنوا على هذا المستوى لانه مستوى عالي. وسيرته انا اللي عجبني ابراهيم دياز، لاعب كبير وغادي يهضروا عليه الصحف العالميه بزاف، وهضرت عليه لاكاف، هضرت عليه ريال مدريد اليوم داروه، يعني ريال مدريد قال لك استناو ابراهيم ديالنا. يعني تخيل انت ريال مدريد دير لك اشهار للمغرب، هذا هو الحاجه الكبيره اللي استفاد منها المنتخب المغربي، واستفاد منها المغرب سياحيا. زيد الزوجه ديالو حط هذيك الخطيبه ديالو حطتها بالقميص ديال المنتخب المغربي، حطتها في الانستا، يعني حاجه كبيره تعطيك يعني الفخر. واليوم ابراهيم دياز يعني لعب مرتاح، خروج ديالو، التعنيقه ديالو، الجمهور صفق له، الجماهير كان ملعب معمر. يعني المغاربه شعب يعني متحضر، من هذا الحق كنهضروا صراحه متحضر، يعطيك الاطمئنان باش تلعب في ذاك الميدان. بن صغير اول مره يلعب معاهم، ما شاء الله عليه فنان من الطراز العالي. يعني ديك البلاصه هذيك مسمرها بن صغير، العزوزي الزلزولي وبوفال مشات ديك البلاصه ماتت. يعني درك هو والد الركراكي خاصو 9 صريح، 9 اللي ماركي لك في البوطو. لو كان يوجد 9 اللي ماركي له في البوطو صافي، يعني 11 اللي في الميدان باينه، خاصك 9 مو 11 اللي عندك في الميدان باينه، خاصك 9 اللي ماركي. نتمنوا ان شاء الله رجوع النصيري، نتمنوا رجوع الكعبي، عاود الكعبي راه بزاف، نتمنوا له يرجع. رحيمي صعيب باش غادي يجي 9 تمايا، لانه نهضروا لا لوجيك، رحيمي بلاصتو هو الجهه ديال ديال بن صغير، وبن صغير عاود راه سمرها، يجي عاود درك الزلزولي ممكن عاود حتى هو يزيد يعني. ولكن رحيمي ما شاء الله عليه، واخا يدخل غير ربع ساعه مي يعطي الفرق. وان شاء الله نتمنوا له التالق ويزيد ما يسمر بلاصتو في المنتخب، ما يهملش روحه ويمشي للعين ويبقى هامل روحه، لانه البلاصه صعيب باش تلقاها في المنتخب المغربي، صعيبه غاليه نهضروا الصراحه، غاليه البلاصه ديال المنتخب المغربي غاليه باش تسمر فيها بلاصتك، يعني بالكره والله الا غاليه. نتمنى والخير ان شاء الله باذن الله، فوز معنوي يرفع من المعنويات. باقي مقابله ديال موريتانيا يزيدوا ياكدوا فيها الفوز ديالهم، هذه النتيجه هذه نشوفوا ممكن يدخل لك وجوه جديده، ممكن العزوزي يبدا بهم مباشره هو ريتشاردسون واخو ماش، ممكن ان شاء الله باذن الله يزيدوا يتالقوا. ابراهيم دياز يعني بصراحه حط كما نقولوا المنتخب المغربي في العلالي، يعني هو 10 ويتحرك لك وليجيها. انا عجبني يعني ما شاء الله ما يطيحش، وهذا هما اللعابه الكبار، يعني الضربه ولا ما تضربهاش ما يطيحلكش ما يرقدش. حنا ديالنا العرب اللي يلعبوا في البطولات ديالنا المحليه ما شاء الله غير يقيسه يبقى يزنكي.
شنو المشكل ديال اللاعب العربي؟ اللاعب الهاوي، هاوي في عقله. مي اللي محترفين جبرهم وخيت الضربه. راك شوف بن صغير، راك تفرجتوا لهم حكيم زياش، تضربه ولا ما تضربهاش الله ما يطيح لك. وإلا طاح لك يدي لا فوطو يمشي، ماشي يبقى يبكي في بلاصته ويتمرغد كيما حنا اللعبه ديالنا في العرب كاملين اللي في المحليين. مشكله. وهذا هو الفرق ما بين المحترف في عقله وخدام في اكاديميات كبار ومستوى عالي، وما بين الفروق يعني اللي ما بين المحليين اللي في البلاد. صراحه حنا اليوم المحليين اللي لعبوهم مساكين ما كان والو الغالب.